l'auto-entrepreneur, oui, c'est vrai, c'est un piège. C'est un piège اللي الدولة خداتها باش تملص من كاع المسؤوليات اللي عليها. لأن فاش كدير لاكارت ديال مقاول ذاتي بمعنى تقر على أنك كاع المصاريف المرتبطة بما هو اجتماعي غتحملها أنت. واستغلوها بعض الشركات بل أكثر من ذلك. لا سي ان اس اس اللي المفروض فيها تحمي العمال هي كتخدم لي زوتو اونتربرونور. كتلقى ممرض باش تخدمو كتقول لي سير دير ورقه ديال انك مقاول ذاتي وجو نخدمك باش ما كتخلصش عليك حتى حاجه، ونهار اللي ما تبغيش كتقول لك خص معاك العقده وزي الحالات. اذا هاد المقاوله الذاتيه مع الاسف كان خص بزاف ديال الحوايج دار، والمشكل فيها ما عرفوش الناس شنو كاين. ما يمكنش انت النهار الاول درتي معايا الكونطرا او على الاقل المشروع ككل كانت الضريبه فيه 1.5 ولا 2%، كتجي واحد النهار كدوزها لي 30%. اذا ما يمكنش التعاقد من الاول اللي درت معاك راه انت ما احترمتيش. لان اصلا علاش هما داروا الضريبه ديال 1.5 و 2%؟ لان عرفوك انك انت اللي غادي تخلص كاع لي فري الاجتماعي، انت اللي غتخلص لا سي ان اس اس، غتخلص التغطيه، غتخلص كلشي ديالك، ومن بعد كانوا غيزيدوا لا روتريت وبوكو دو شوز. اذا فاش كدوز 30% ديال الضريبه وعاد تزيد انت تخلص لامو وتخلص لا روتريت ديالك من بعد اللي غدا، كتلقى راسك انك على الاقل في واحد 55 حتى 60% ديال لي ريفوني ديالك كيمشيو لهاد التغطيه ما هو اجتماعي في الحياه ديالك. وحتى البرامج الاخرى راه ما خرجتش على هادشي. مثلا الا درنا تقييم لا الاوراش ولا الفرصه، مثلا البرنامج ديال الاوراش كانت فيه نورمالمون البيدجي اللي كان 2 مليار و250 مليون درهم، والوبجيكتيف اللي كان هي غادي نلحقوا ل 250 الف بوست. في 2022 يلاه لحقوا ل 80 الف اللي استافدوا، في النهايه ديال 23 لحقوا ل 120 الف 125 الف اللي استافدوا. اذا فينا هو الاوبجيكتيف ديال 250 الف. دو ميم بالنسبه للفرصه، الفرصه حتى هي كانت فيها شي مليار و250 مليون درهم سو فورم دو كريدي ديال 10 المليون، فيه مليون كيتعطى دون 9 المليون سو فورم دو كريدي. في النهايه ديال 22 كانت تقريبا شي 18000 بروجي اللي تحط ويلاه 1000 اللي استافدوا، وفي 2023 لحقوا ل 1480 بروجي اللي استافدوا. اذا فينا هما هذيك مليار و250 مليون اللي كانت. اذا راه بعض المرات كيداروا دي بروجي مع الاسف ما كدارش ان ايفالياسيون ديالهم في لافان دلاني باش تقول راه هذا البروجي ها فيه نجح، اشنو بقى ديال الفلوس، المشاكل اللي كانت فيه. فيما يتعلق بالتعليم، لان جاو فيه مجموعه ديال الاسئله غادي نجاوب بشكل بسيط جدا. لان بصح هذا النقاش ديال التعليم راه كاين فيه واحد النقطه الناس ما منتبهاش ليها. لان قبل ما يتحل المشكل ديال التعليم في احدى المداخلات كنت قلت ان قانون الماليه ما يمكنش يخرج حتى يتحل المشكل ديال التعليم. دابا مثلا الدوله جات قالت لك انا دمجت هذوك كاع ديال التعاقد، ولكن كي درتي دمجتي وما عندكش في لي بوست بيدجيتير، دونك تي كريي دي بوست بيدجيتير جهويين وغتستمر الامور هكذا. لان مثلا هذا الشيء غيبقى فاش غنلحقوا ل 2025 غادي نجيو للبيجي ديال 2025 غادي نلقاو وزاره التعليم عاوتاني عطات 300 بوست، والشيء الاخر كي غادي نديروا ليه. بحال مثلا دابا هادو ديال التعاقد اللي قال لك نهينا وكلشي تدمج، ولكن باش يتدمج راه خصك دير بوست بيدجيتير. انت عندك في لي بوست بيدجيتير كاملين في البيجي ديال 24 هي 30000 بوست هي اللي عندنا. اذا كيفاش عندك 30000 بوست وانت كتقول لي دخلتي 130000 واحد؟ هاد لو نيميرو تصوم اللي عطيتيهم كي درتي ليها على الاقل تكون شويه ديال الوضوح. يجيو يقولوا حنا غادي نديروا بحال اللي واقع الجماعات المحليه، بحال اللي واقع لي زوفيس، اننا غنعطيهم دي نيميرو تصوم ولا هذا في كل ريجيون. لان نفس الشكل التخريجه اللي دارت في هذا غدارتها في الصحه. والنقطه اللي خصنا نناقشوها بشكل كبير جدا هي مستقبل الوظيفه العموميه في هذه المتغيرات اللي كاينين. لان دابا داز التعليم غدو الصحه باعتبار هما اللي كرولو، هما اللي فيهم لي ماس الكبار، ومن بعد غيجيو كاع القطاعات الاخرى الوزاريه كاملين غادي يدوزوا لهذا الشيء ديال الجهويه. ولكن غادي تدوز معايا الجهويه اللي هي اصلا منقوصه. لان سي فري كون مشينا مثلا في الجهويه كما كانت النهار الاول يعني جهويه كامله تكون الجهه مستقله بالبيجي ديالها بكل شيء، ديك الساعه يمكننا نهضروا على ان يمكن هذا الشيء يدار. ولكن انت سي سونتراليز باقي عندك كل شيء اللي سونتراليزي، ولكن في هاد لي نيميرو تصوم ديال الوظيفه العموميه باقي تفرقهم على الجهات. دونك ميم هذا القانون الاساسي وهذا النقاش محتاج شويه ديال الوقت باش يمكن لينا ندخلوه بشكل دقيق، خاصه في غياب المعطيات.
فيما يتعلق كان شي سؤال حول يفتى ما يكون في المدينه معنا الاستاذ حسان في التقاعد. جو بونس الى احسن واحد يمكن يهضر على المساله ديال التقاعد وهذا، وخاصه كما قلت انا كان شي واحد هضر على الشغل. التخوف ديالي انا فيما يتعلق بالشغل هي نمشيو للتجربه الالمانيه ولا التجربه ديال بريطانيا، ما يسمى بلي ميني جوب. ان مثلا دابا في بريطانيا واحد يمكن يسني معاك كونطرا ونخدمك ساعه في السيمانه ولا تعتبر عاطل. علاش؟ انا كتخدم مره في السيمانه. ودو ميم هي نفس الشكل اللي كان دار شرودر في المانيا. والتخوف هي انها اذا داز قانون الاضراب وقانون النقابات اوتوماتيكمون غيمشيو يحلوا مدونه الشغل، وفي مدونه الشغل غيديروا هادشي ديال لي ميني كونطرا ولا لي ميني جوب. وبعض المرات كاع مثلا في المانيا دابا ولا كيخدمك ولكن تيقول لك غنخدمك غنخلصك، ولكن لي فري دون تو سكي سوسيال تحمل مسؤوليته انت. انا ما عندي ما ندير.